ولدت طبيعي ولا قيصري؟ انا ولدت طبيعي، والبيبي اتزنق وشرب البراز بتاعه ودخل الحضانه، الحمد لله على كل حال. وانتي ولدت طبيعي ولا قيصري؟ انا ولدت قيصري، ومش عايز اقول لك يا دكتور الجرح كان عامل ازاي، تعبت جدا، وبعديها بشويه لقينا مفيش حمل. ليه؟ حصل التصاقات نتيجه الولاده القيصريه. نولد طبيعي ولا قيصري؟ انا مش جاي اقول لك تولدي كده ولا كده، جاي اقول لك ان في المجمل الطبيعي افضل، لان ده الطريق اللي ربنا خلقه لنزول البيبي. انما القيصريه تبان اسهل لك وتبان اسهل للجراح، ولكنها تبقى عمليه جراحيه وفتح بطن وتخدير، وليها اسباب وظروف ومضاعفات. اللي عايز اقوله في الاخر واكد عليه بعد ما تختاري دكتور النساء الشاطر اللي بتثقي فيه وبترتاحي له، ان دكتور النساء هو الشخص الوحيد اللي يقدر يقول لك هنولد طبيعي افضل ولا قيصري. خلاص، هو اكتر واحد عارفك ومتابعك لمده 9 شهور وعمل سونار، وهو مادام بتثقي فيه ومرتاحه له خلاص سلمي نفسك لربنا ثم لدكتور النساء. ياما 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 شفنا مشاكل بسبب ان الام هولت طبيعي، يعني هولت طبيعي، وزي ما قلنا في اول الفيديو الطفل يطلع تعبان، والتانية عايز اولد قيصري عايز اولد قيصري، وبعد كده يحصل مضاعفات. لو سمحت ثقي في الدكتور النساء بتاعك وهو اللي هيختار لك الطبيعي ولا قيصري.